السلام عليكم ورحمة الله. دي نظرة سريعة على EGX 30 مؤشر البورصة المصرية، وده على الفريم الأسبوعي. يعني على أساس إن الفريم الأسبوعي والشهري أحيانا بتبقى الرؤية فيه أوضح شوية وبتعرف أنت فين بالظبط. تمام، هتلاقي نفسنا إن احنا يعتبر ماشيين في مكان عرضي. حاليا احنا في مكان عرضي، يعتبر طالعين من صعود كبير من 8000 أو يعني فترة من الفترات كنا 9000 أو 8000، طالعين صعود 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 إلى منطقة اللي هي أعلى قمة وصلنا لها تقريبا يعني عند 17000، أو وصلنا برضو لحد 18000. فكل احنا ما نوصل للقمة دي، او يعني المنطقة دي هنسميها مناطق قمم. كل ما نوصل المنطقة دي نضطر ان احنا ننزل تاني. نوصل يعني ده يعتبر اشبه بالتريبل توب. المهم احنا وصلنا برضو يعني في اخر مرة وصلنا للقمة هنا عند 18000، واحنا برضو نزلنا وصلنا لحد 16555. بدأنا الارتداد تاني. فبعد كده احنا المفروض ان احنا هنطلع تاني مثلا نجرب عند القمة الجديدة دي. فإما بقى احنا هنخترق القمة دي، أو بقى ان احنا هننزل تاني. كلنا عارفين أي منطقة عرضية هي إما بتبقى للتجميع أو للتصريف، فاحنا لحد الآن يعني ما نعرفش برضه. فانت يعني حتى لو بتشتري مثلا عند الأماكن دي، تمام، وكنت اشتريت، فانت برضو المفروض يعني ايه تحاول تجني الربح بتاعك عند القمم دي. لازم تجني الربح هنا، بعد كده تخرج برا وتشوف هل هم عايزين يعني هيطلعوا تاني عن القمة دي. طلعوا على القمة دي، مش أول ما يطلعوا برضو تروح تشتري. يعني مثلا ما تشتريش في الحتة دي اهي، كل دي ذيول شموع. يعني كل ما يوصل ليها هنا البائع بيظهر ويروح يرجع لك السعر تاني. فأنت مثلا لو عايز تشتري بعد اختراق القمم دي، فأنت مش هتشتري أول ما يخترق القمة زي كده. دي بتبقى يعني زي خدعة كده، إن هو بيحسسك إن هو طالع، بعد كده لأ بيرجع تاني. فأنت هتستنى يصعد وبعد كده ينزل، يعيد الاختبار على اختراق القمم دي. لما يصعد بعد كده ينزل تاني يعيد الاختبار، انت ممكن بقى تشتري. فانت تحاول لو انت اشتريت في الاماكن دي مثلا وهتجي وخدنا صعود للاماكن دي، فانت تحاول هنا تجني الربح بتاعك او تخفف المراكز بتاعتك. لا احنا حاليا يعني احنا برضو مش عارفين يعني هو هل هي دي منطقة تجميع ان احنا بنجمع في الحتة دي وبعد كده هنصعد، ولا دي مثلا منطقة تصريف. ان احنا برضو طالعين من هنا، يعني شوف طالعين ازاي كل ده. فهل دي ناس بتصرف هنا ولا ناس بتجمع؟ بس شكرا.